ظهرت مخلوقات شكلها غريب جدا، عضلاتهم ضخمه، بقهم زي الشاكوش، واكلهم كله ناشف وقاسي، كانوا كانهم داخلين مسابقه مين يعيش اكتر في اقصى ظروف ممكنه. ودول بقى يا سيدي البارانثروبوس، ابناء القوه والتخصص الذاتي. لو كنيانثروبوس كان مثال للطبيعه وهي بتجرب التوازن، فاللي جاي هو مثالها لما قررت تقول مش مهم اكون مرن، المهم اكون اقوى. حوالي 2.7 مليون سنه فاتوا في شرق وجنوب افريقيا ظهر نوع جديد من الكائنات دي اسمه البارانثروبوس، والاسم ده معناه تقريبا جنب الانسان، وده لان شكله فعلا كان قريب من الانواع اللي بتعيش على الارض، لكن في حاجه مختلفه جدا. اول لما تشوف جمجمته تحس انك بتتفرج على بطل كمال اجسام بدايه، وش عريض، عضلات فك خرافيه، واسنانه كانها مصممه لقلاب اسمنت مش للاكل. كان عنده حاجه اسمها الساجيتال كريست، ودي قطعه عظميه فوق الجمجمه مكان بتتعلق فيه عضلات الفك العملاقه، يعني الشيء ده كان ممكن يهرس جوزة هند باسنانه من غير ما ينش. وده اللي خلى العلماء يلقبوه بلقب كسرة البندق، نوت كراكر مان. بس السؤال هنا، ليه كل القوه دي؟ العلماء بيقولوا ان السبب في التغير ده كان التكيف مع البيئه. المنطقه اللي عاش فيها كانت بتتحول لمناخ جاف، والنباتات الطريه بدات تقل، فاضطر ياكل الجذور والبذور والنباتات القاسيه. يعني الطبيعه قالت له يا تاكل اللي في الثلاجه يا تموت، فقرر يبقى ماكينه طحن متنقله. بس ده جه بثمن غالي جدا. لما الطبيعه بدات تتغير تاني والمناخ بقى متقلب اكتر، اللي بيعرف يغير نظامه الغذائي بسرعه هو اللي عاش، اما اللي اعتمد على نوع واحد من الاكل فمات.